كتير ناس بتحسدك علشان انت بتضحك وبتهزر وبتتكلم وعلى طول فريش وعلى طول متفائل وعلى طول شايف ان الدنيا حلوة، بس ما يعرفوش ان ده رضا، قناعة. مش معنى ان الواحد بيضحك ان هو مبسوط في حياته، بس هو راضي بقضاء الله، ان كان حلو او ان كان وحش. مش معنى ان هو مبتسم ومتفائل ان حياته فلة ماشية زي ما بيقولوا ستريت، ما فيهاش اي مشاكل ولا مطبات ولا حفر ولا بلا ازرق زي ما بيقولوا، بس حياتهم بتبقى اصعب ما يمكن. بس هم ما بيشتكوش، هم ما بيتكلموش، هم ما بيقولوش، مش علشان حاجة قد ما هم عندهم القناعة والإيمان إن ربنا معاهم، ربنا في ظهرهم، ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة أبدا، ربنا مع عبده اللي بيسعى واللي بيعمل واللي بيحاول واللي بيجاهد، علشان هو ده اللي مطلوب منه، السعي والمحاولة وجهاد النفس. فمش معنى كده ان حياته بيس وتمام وفلة. فما تبصوش للناس من الخارج، محدش عارف اللي جوه ايه، محدش عارف اللي في القلوب ايه، محدش عارف اللي ورا الابتسامة والضحكة والتهريج والتفاؤل ده ايه، محدش عارف. كلنا بناخد بالمظاهر، بناخد باللي في الوش. فارحموا الناس، ياما فيهم وياما عندهم، محدش خالي، من أصغرنا لأكبرنا، من أغنانا لأفقرنا، كل واحد عنده ابتلاءه وعنده مشاكله وعنده بلاويه اللي شايلها ومستحمل. في اللي بيصرخ ويقول ويزعق وانا ومكتئب وقرفان على طول، وفي اللي بياخد الامور بصدر رحب متقبل المواضيع. ف تحسدوش الناس يا حاسدين الناس، مالكم ومال الناس، سيبوا الناس في حالها، كفاية أرجوكم. كفاية، الواحد استوى خلاص، خلاص كفاية. That's enough يا جماعة، شكرا.